السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انتوا شايفين يا جماعة انا عاملة وليمة بقى جميلة جدا، فلاحي على على قاهرية. ان شاء الله حاجة جميلة جدا وتبسطكم ان شاء الله. طبعا انا بدي صدمة للاول للحمة حبايب قلبي علشان خاطر تحتفظ بالمية جواها وتبقى جوسي كده. هنحط بصل اهوت وهسلقها، بصل مع اللحمة وورق لورا، وحطينا بقى حبة فلفل اسمر وحبة ملح وهنسلقها يا حبايب قلبي. يلا بقى بعد كده نبتدي نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين بحط ميه سخنه علشان خاطر تستوي بسرعه معايا. طبعا قطعنا بصلايه صغيره وحمرناها، هنشوحها بسيط جدا 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 لغايه ما تدي على نار هاديه. احب دايما اكلي على نار هاديه، بحس ان هو بيطلع اطعم وباخد كل الفوائد اللي فيه وبطريقه هاديه جدا. حطينا فلفلايه كده، بص اللون البصل انا بحبه قوي كده. حطينا حبه الطماطم، انا طبعا بسبك احيانا واحيانا بعملها في الميكرويف زي ما قلت لكم. طبعا كده بحط التوابل بتاعتي العاديه جدا، حبه كمون، حبه فلفل اسمر، حبه ملح، بهارات السبع ومكعب المرق، وممكن تستغنوا عنه اللي ما بيحبش. وحبه السكر لازم يا جماعه علشان خاطر الحموضه بتاعت الطماطم. والدتي الله يرحمها ويسامحها هي اللي كانت معلمانا كده. طبعا حطينا الفاصوليا زي ما انتم شايفين، كنا احنا سالقينها قبلها وحجمها ما شاء الله كبر كده. هنعمل النهارده بقى حاجه حلوه جدا فلاحي، الرز المعمر. طبعا احنا زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي قسمنا هنا حوالي نص كيلو رز على الجهتين، وهنا حطيت حبه لبن صغيرين ومكعب مرق وحبه فلفل اسمر علشان ادوبهم في قلب اللبن الاساسي اللي احنا هنحطه على الرز المعمر، لان طبعا انا مش عايزاه سخن قوي. فهنحط هنا هوت جزء نغطي بس الرز، وهنا برضو جزء هنغطي الرز. تمام. وهنحط بقى حته قشطه وحته زبده على الوش زي ما انتم شايفين كده، حته زبده وحته قشطه بس كده. والملح طبعا هنحط كده ونقلب اهو، الملح كده نقلب خفيف خفيف بس خلاص كده. ادي الرز المعمر وبيطلع معاكم زي العسل ان شاء الله. اللي عايز يا جماعه يستغنى عن اي حاجه هنا هو يستغنى عنها، مفيش اي مشاكل، دي حاجه ترجع لكم، بس انا بعمله كده يعني. ودلوقتي هنعمل حبه بقى الملوخيه في الحله الواحده، بعملها في الحله الواحده زي ما انتم شايفين. نحط حبه سمن بلدي صغيرين ومعاهم فص ثوم مهروس، تمام، او فصين، لان انا النهارده عملت اكله خفيفه وكان ولادي واكلين، فانا يا دوبك هعمل الاكله دي ليا انا وابراهيم للتحدي. وهنحط طبعا الكزبره بعد ما حطينا بعد ما حمرنا التومه زي ما انتم شايفين. مش هحط بقى الملوخيه، لا انا بقى هحط الشوربه، بحط كميه الشوربه يا دوبك على قد على قد الملوخيه اللي انا هعملها. تمام. هنحط مكعب المرق يا جماعه، اللي عايز يستغنى عن اللي انا بحطه دوت يستغنى عنه تماما، مفيش اي مشاكل. تمام. حطينا حبه ملح صغيرين وحبه سكر صغيرين، بتطعم قوي 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 الملوخيه، رشه خفيفه. وادي الملوخيه بتاعتنا. والله يا جماعه اقسم بالله دوقوا اعملوا من الملوخيه كده، مش بصوا ولا هتوسخوا طاسه ولا تعملوا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله، وهتنتج معاكم كتير قوي قوي، وحله واحده ولا هتوسخي اي حاجه. واعملوها بطريقتي وقولوا لي ان كانت عاجباكم ولا لا. طبعا كده انا بشوح بعد ما اتسلقت اللحمه، بشوحها بالسمن البلدي وبألف هنا وشبه حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله الاكله ديت اكله فلاحي وقاهريه شويه، وفلاحين برضو على راسنا من فوق، هم اللي علمونا ازاي نعمل الاكل الجميل. ويعني رز معمر، شايفين المنظر يا جماعه، شايفين الرز المعمر. تحيه كبيره ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.